من علامات الحب انك تلاقي اللي بيحب ده ما بيتكلمش غير على حبيبه وما بيفكرش غير في حبيبه. يصحى الصبح كده كل اللي بيدور في دماغه هو يرضي حبيبه النهارده ازاي، يسعده ازاي، ولو حاجه فرحته يجري على طول يحكي له عليها، ولو حاجه مزعلاه ما يلاقيش غيره يشكي له. ده اللي احنا كده بنسميه التعلق، انه يبقى متعلق بحبيبه. ودي القاعده السادسه معانا، التعلق. هل احنا متعلقين بالله سبحانه وتعالى؟ طب يعني ايه متعلقين؟ بص يا سيدي، في حاجه كده بيسموها القيم، والقيم دي هي اللي بتحركنا في حياتنا كلها. هديك مثل، يعني تلاقي واحد مثلا القيمه اللي بتحركه في الدنيا هي المال، هو بتاع فلوس، انا بحب الفلوس، فلاقي فلوس الناحيه دي يروح، ما يلاقيش فلوس ما يروحش، يبيع اي حاجه عشان الفلوس ويشتري اي حاجه عشان الفلوس. في واحد مثلا القيمه اللي بتحركه هي العيله، عايز يسعد ولاده ومراته او ابوه وامه، فهو كل حاجة بيعملها، كل فعل بيفعله هدفه في الآخر يرضيهم. في واحد تالت مثلا المنصب، هو مستعد يعمل أي حاجة قصاد إنه يترقى في شغله وإنه يبقى حاجة أكبر. فكل واحد ليه قيمة بتحركه، والقيمة اللي بتحركه دي هي الحاجة اللي هو متعلق بيها. بس الأصل في اللي بيحب إنه يبقى متعلق بربنا، إنه يبقى كل فعل بيفعله في حياته بيرجع فيه لتعلقه بالله، يرضيه، يقربني منه، هيحبني كده أكتر. فلو لقى إنه يعمله، لا ما يعملوش. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي كلنا حافظينه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية إيه اللي بيحركك؟ عملت ده عشان خاطر إيه؟ الناس تقول اسمك وتتبسط بيك وتحبك، ولا عشان تاخد فلوس، ولا عشان تترقى، ولا عشان ربنا يرضى؟ متعلق بمين؟ اسمع في القرآن كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي حاجة وكل حاجة أنا متعلق بالله. دي أول نقطة في التعلق، يبقى مركز حياتك. وتاني نقطة في التعلق، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع خبر حلو يسجد شكر على طول، وكان لما حاجة كده تشغله أو يخاف منها كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة أو فزع إلى الصلاة على طول. في حاجة تسعده يجري على حبيبه، حاجة تخوفه يجري على حبيبه، حاجة قلقاه يجري على حبيبه. شوف من دعائه صلى الله عليه وسلم، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. مفيش حد ألجأ له إلا أنت يا رب، الأمر ده منك وأنت اللي هترفعه. ربنا في القرآن يقول ففروا إلى الله. أي حد تخاف منه تجري منه، بس ربنا هتجري منه لمين؟ ففروا إلى الله مش من الله. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. شوف بيقول له يا رب أنا أعوذ بمعافاتك أنت من عقوبتك أنت اللي تنجيني، برضاك أنت من سخطك أنت يا رب ما فيش غيرك. فمن تمام التعلق بالله إنك بتجري عليه، سواء فرحان أو خايف أو تعبان، إن هو مركز حياتك في كل أفعالك. لو عملنا كده يبقى طبقنا القاعدة السادسة، التعلق. اللهم يا رب ارزقنا التعلق بك. جزاكم الله خيرا، واستنونا بقى زي ما تعودنا كل اثنين وخميس. هتوحشوني المرة الجاية، إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.